الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول الباب الثاني في هذا الكتاب، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله عندما ذكر فضل الإسلام قد يظن البعض أن الدخول في الإسلام اختياري، فأتى بالباب الثاني وبين أنه واجب الدخول في الإسلام. وبعد أن بين فضائل الإسلام وبين ما يجب على العبد في الإسلام من الالتزام بالإسلام والالتزام بالطريق المستقيم والالتزام بما جاء في القرآن والسنة وعدم اتباع سنن الجاهلية وعدم العمل بسنن الجاهلية، بعد ذلك جاء بهذا الباب باب تفسير الإسلام، أي يبين على ماذا يشتمل الإسلام. قد بين الأول أنه الكتاب والسنة، أنه واجب الدخول فيه، لكن هنا زاده بيانا وتفصيلا قال باب تفسير الإسلام وقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال: وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، أجابه بهذا الجواب. وهذا يسمى حديث جبريل المشهور، ذلك الحديث الطويل الذي فيه أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله متى تقوم الساعة، ثم أخبره عن بعض علاماتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يعلم الساعة إلا الله عز وجل، لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. قال: كما جاء من حديث عمر، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وفيه الإسلام، أي في حديث عمر عندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الأول. الشهادتان هما ركن واحد لأنهما متلازمتان. لا يشهد العبد أن لا إله إلا الله إلا ويجب عليه أن يشهد أن محمدا رسول الله، وهما ركن العمل، أي لا يقبل العمل إلا بهذين الركنين: الإخلاص وهو يشمل لا إله إلا الله، والمتابعة وهو يحمل كما يقال يشمل أو يحمل أشهد أن محمدا رسول الله. الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى شهادة لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لابد من الاستطاعة، هذا شرط، يعني ليس من يعني نعم من شروط الحج، شروط وجوب الحج الاستطاعة، فلا يجب الحج على غير المستطيع. الله عز وجل قال: لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه يعني أركان الإسلام. قال: هذا تفسير للإسلام بأركانه، والإسلام أعم، يشمل كل ما أمر الله به ورسوله، كل ما أمر الله عز وجل به وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يشمل الإسلام. لكن هذا أركان الإسلام. قال: ما الإسلام؟ بين له أركان الإسلام، أي أعمدة الإسلام التي يقوم عليها. فهذه الأركان إذا فقد الإسلام، الشهادتان معروف، لا يدخل العبد الإسلام إلا بالشهادتين. والصلاة أيضا تركها كفر، تركها عمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عن شقيق بن سلمة التابعي الجليل قال: كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. فمن ترك يعني هذه الأركان الأربعة بالكلية، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج وقد استطاع، يعني مثلا نقول دخل الإسلام جديد واستطاع أن يقوم بهذه الأركان ولكنه لم يعمل بهذه الأركان، فجمهور العلماء على أنه كافر، جمهور العلماء على أنه كافر. قال: وترك ما نهى الله عنه ورسوله، أي ما نهى الله عنه ورسوله هذا يشمل الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولكن هذه أركانه، فالشيء يفسر بأركانه ويفسر بجميع أجزائه، أي الشيء يفسر بأركان. الإسلام هنا فسر بالأركان، وإلا هو يشمل جميع الأوامر وجميع النواهي. قال المؤلف رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي فيه أراد في الصحيح، في الصحيح، وهذا ليس بصواب كما في التعليق، فهذا سهو من المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في يعني كف الشر عن المسلمين، كف الأذية سواء باللسان أو باليد، سواء كانت الأذية باللسان أو باليد. وذكر العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى عند يعني شرحه لهذه الرسالة، قال: حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في عدم الأذية يعني من وجهين: أن المسلم بمعنى كلامه لا يكمل إسلامه، أو قال الوجه الأول أنه قل من يسلم من أذية المسلمين، من أنه يؤذي إخوانه سواء باللسان أو باليد، هذا قليل نادر، وإلا الغالب أن المسلم يقع في أذية أخيه المسلم سواء باللسان أو باليد. قال: ولهذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قل من يعني لا يؤذي المسلمين بلسانه أو بيده، لا يؤذي المسلمين بلسانه أو بيده. هذا هو الوجه الأول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والوجه الثاني ما ذكر
الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى بما معنى كلامه. قال حفظه الله تعالى أن هذه يعني سلام أن هذا يعني من كمال إسلام المؤمن، من كمال إسلام يعني العبد، من كمال إسلام العبد أنه لا يقع في الأذية، كمال إسلامه أو بما معنى كلامه حفظه الله تعالى. قال عن بهز بن حكيم، هذا من تفسير، لكن الإسلام هل يختص بعدم الأذية؟ لا، هذا من بعض صفات وبعض أعمال الإسلام، وبعض أعمال الإسلام أن المسلم يجتنب أن يؤذي إخوانه المسلمين. فليس الإسلام فقط هو من سلم المسلمون، إذا سلم العبد لم يؤذي المسلمين لا بلسانه ولا بيده، هذا خلاص مسلم، لم يصلي لم يصم، لا، إنما هذا من الإسلام. وإنما حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما تقدم، لأن هذا قل من يسلم منه، قل من يسلم من المسلمين من أن يؤذي إخوانه. قال عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، فقال الإسلام أن تسلم قلبك أسلم. عند من يدرس النحو؟ عبد الرحمن معنا ومع غيرنا. شريف وندي تدرس؟ أن تسلم، ما لكم؟ شريف لا 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 لا، أنا في النحو أسأل النحو. أن تسلم، ذكر أن تسلم قلبك، صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا كان صحيح أريد التعليل. ها؟ أيوة، تسلم مجهول، مبني للمجهول، يعني قلبك نائب فاعل، نائب فاعل قلبك. ها؟ قلبك نائب فاعل. طيب شريف عندك شيء أو لا؟ أن تسلم مبني للمجهول، عبد الرحمن مبني للمجهول. أيوة، فعل الماضي حقه تسلم ماذا؟ أسلم. إذن ماضيه كم؟ ثلاثي أو رباعي؟ رباعي. إذن حرف المضارعة ماذا يكون؟ يضم، صح؟ إذا كان الماضي رباعي يضم، دحرج يدحرج. إذا كان ثلاثي يفتح، ضرب يضرب. إذن تسلم مغير الصيغة. المضارع إذا كان يعني يضم أوله، إذا كان مبني للمجهول يفتح، صح؟ يفتح ما قبل الآخر، ضرب يضرب يضرب، لكن هذا مخاطب. تسلم موجود الفاعل. إذن قلبك فاعل، الله أعلم أنه خطأ. قلبك مفعول به. أن تسلم أنت، قلبك مفعول به.
والعلم عند الله. عندك شيء أستاذ؟ ها؟ أظنه خطأ في الطبعة. قال الإسلام أن تسلم قلبك لله تعالى وأن تولي وجهك. شوف جاء الصواب إذن جاء الصواب قولنا وجهك هنا، ما قال وجهك، إذن قلبك مفعول به، خطأ من. قال وأن تولي وجهك إلى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة. شوف صلى يصلي. قال وتؤدي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. هذا مثل يعني الحديث لا، هذا أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك الله بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله. وسيأتي معنا كلام يعني العلامة ابن باز، أو ما في تعليق هنا، تعليق قليل. قالوا عن أبي قلابة، نرجع له. قالوا عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله. أن يسلم قلبك هنا تمام، أن يسلم هنا تمام، قلبك فاعل. أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال هذا يدل على التعميم، وأن الإسلام يعم الأركان وغير الأركان، فالمسلم أي الإسلام عام، لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركانه، ليس معنى أنه فقط الإسلام هو الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا هو الإسلام. لا، الإسلام أعم، كل ما أمر الله عز وجل به فهو من الإسلام وأمر به رسوله، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله فهو من الإسلام. هذه يعني أركان التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المسلم سلم المسلمون، هذه من صفات الإسلام، من أعمال الإسلام فقط. قال هذا يدل على التعميم، وأن الإسلام يعم الأركان وغير الأركان، فالمسلم حقا الذي أدى الأركان وأدى ما أوجب الله عليه وكف يده عن ظلم الناس وعن التعدي لحدود الله. يعني الحديث حديث بهز بن حكيم عن معاوية، يعني عن أبيه عن جده، قال الإسلام أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك الله. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله عز وجل، لا تصرف العبادة إلا لله، أن تولي وجهك في كل شيء، تتوكل، تخاف من الله، يعني تصلي لله إلى غير ذلك من أنواع العبادات، تصرفها لله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله. وتصلي الصلاة المكتوبة، الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وأما حديث أبي قلابة أن يسلم قلبك لله، هذا معنى لا إله إلا الله. وأن يسلم هذا حق الله، ذكر في حديث أبي قلابة حق الله أن يسلم قلبك لله، هذا حق الله. ثم ذكر حق أو حقوق العباد، جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله وبين حق العباد. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، ويسلم المسلمون، هذا حق العباد، لا يجوز أذيتهم، بل يجب الإحسان إليهم. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. أي الإسلام؟ الإيمان أعلى من الإسلام. الإسلام يعني الدين على مراتب ثلاثة: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. فالعبد قد يكون مسلم ولا يكون مؤمن، قد يكون مسلم ولا يكون مؤمن، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام المرتبة يعني الثالثة، ثم المرتبة الثانية التي هي أرفع الإيمان، ثم المرتبة الثالثة
الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ذكر أركان الإيمان 5، صح؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، أي الإيمان باليوم الآخر. ولم يذكر الإيمان بالقدر. ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى أن هذا لأن الله عز وجل ذكر في القرآن أركان الإيمان مجتمعة في غير ما آية، ولم يذكر الإيمان بالقدر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته ومن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، صح؟ موجود. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. يعني الله عز وجل يذكر هذه الأركان، يذكر ال5 فقط، لا يذكر الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ذكره في آيات أخرى، فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان ال5 فقط. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.